عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. هنعمل كده النهاردة فراخ مشوية هننافس بيها اكبر المحلات المشويات. مستوية طرية ممتازة جدا، ما فيهاش ولا غلطة. زي ما انتم شايفين اللون كده، يعني حاجة كده رهيبة. ريحتها كانت قلب البيت ولا اجدعها محل مشويات. انا هنا كده معايا دول بالظبط كانوا حوالي 4 وراك. يعني في منهم كان في مثلا بواقي فرخة كده، جناحين ولا مش عارف 3 أجنحة. انا كده كنت مقطعاها شيش، يعني كنت مقطعاها قطع صغيرة جدا. يعني كنت مقطعة الورك تقريبا على 3 قطع. يعني انتوا لو عندكم مثلا فرخة كاملة هتقطعوها من 8 ل10 قطع. عايزينها كلها قطع صغيرة بحجم الشيش عشان خاطر نعرف نشويها، عشان تاخد طعم الفراخ المشوية. تمام. نعمل بقى التتبيلة مع بعض. انا معايا هنا كده كوبايتين من اللبن، هحط عليهم معلقتين خل واسيبه يتروب شوية. طبعا انتوا لو عندكم لبن رايب ممكن تستخدموا لبن رايب عادي. طبعا لو متوفر زبادي مش موجود لبن ولا لبن رايب، ممكن تستخدموا زبادي عادي جدا في الوصفة دي. هتحطوها. وبعد كده سبته انا كده حطيت اللبن، وبعد كده سبته اول لما تروب هنزل عليه بالتوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي هنا عبارة عن معلقة كبيرة من الملح، بودرة ثوم، معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من الكمون. آم، حطيت فيها قلبين دجاج او قلب دجاج واحد على حسب ما انتوا بقى بتحبوا. وبعد كده حطيت معلقة كبيرة من الصلصة. وبعد كده حطيت عليها معلقة الفلفل المهروس او من هريسة الشطة. وبعد كده حطيت عليها فصين من الثوم، وحطيت عليها عصرة ليمونة كاملة. وبس كده، التتبيلة سهلة وبسيطة وهتخلي الفراخ في حتة تانية، يعني هتاخد طعمها في حتة تانية وهتقلب ريحة البيت. انا مش بسيبها في التتبيلة كتير، يعني عادي ممكن من ساعة لساعتين عشان خاطر دي فراخ فيعني هتاخد سوا شوية. وبعد كده غطيتها وسبتها في مكان، يعني ما عادي الجو ساقع اصلا، فممكن ما تحطهاش في التلاجة عادي. وبعد كده انا جبت كده صينية او الصاج بتاع الفرن، وحطيت عليه الشبكة بتاعة الفرن، وبدأت ان انا ارص الفراخ بتاعتي فيها عليها. وبعد كده ما رصيت الفراخ كلها حتة حتة، بدأت ان انا احط فيها يعني شوية خضروات كده، يعني حطيت بصلتين وطماطميتين وكم قرن من الفلفل. وبعد كده دهنتها كويس بقلب التتبيلة. وطبعا مش محتاجة اقول لكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبتكم الوصفة، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة. انا اسمي اميرة ودي قناتي. اعملوا اشتراك بقى يا جماعة، اعملوا اشتراك بقى. عايزين نوصل ل5000 مشترك. بعد ما حطيت كل الفراخ على الشبكة. طبعا انتوا لو عندكم الشواية اللي هي بتتقفل دي ممكن تحطوا فيها عادي. حطيت كل الخضار كده، وبدأت ان انا اخد من التتبيلة وادهن وش الفراخ كلها. حتى الخضار بدهنه عشان خاطر ياخد من طعم التتبيلة. وبعد كده بدخلها فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، وبشغل الشواية على اهدى حاجة، يعني اوطى حاجة عندكم ممكن تشغلوا الشواية عليها، وتعلوا الفرن شوية. وبعد كده بتحطوا الشبكة بتحطوها قصدي على الشبكة اللي في النص. أول لما تبدأ تاخد لون من فوق بدخلها الفرن. أول ما بتبدأ تاخد لون كده زي ما انتوا شايفين من فوق، بطلعها بخرجها من الفرن. وبعد كده بقلبها على الوش التاني، وبعد كده بدخلها الفرن برضو على نفس درجة الحرارة في نفس المكان. وبرضو بخلي الشواية شغالة سنة صغيرة، ولو مش يعني هادية جدا. ولو مش حابين تشغلوا الشواية، يعني لو مش حابين تشغلوا الشواية في الأول، ممكن تستنوا أول لما الفراخ تستوي وبعد كده تشغلوا الشواية تاخد لون بس من على الوش. طبعا أول ما بقلبها تاني بديها دهنة برضو من التتبيلة. طبعا كل شوية ممكن أطلعها من الفرن وادهن وشها كده بالتتبيلة. كنت عايزة اقول لكم يا جماعة ان احنا عايزين نعمل مسابقة اول لما نوصل 5000 سبسكرايب. يا ريت تكتبوا في الكومنتات لو حابين نعمل مسابقة، تكون الجايزة ايه، وتكون يعني انتوا حابين تكون تفاصيلها ايه، اكتبوا لنا في الكومنتات.
ودي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، جربوها وإن شاء الله هتعجبكم. هي سهلة وبسيطة ومفيهاش أي حاجة. أول ما طلعتها كده من الفرن حطيت كده فيها فحمة وغطيتها شوية عشان تاخد من طعم الفحم، تاخد بقى من طعم الشوي. عايزة أقولكم يا جماعة البيت كأنه مطعم مطعم مشويات، كانت ريحة البيت تحفة. شايفين اللون أصلا لونها تحفة جدا، وكانت مستوية جدا من جوه. ما تقلقوش خالص، لو مش حابين تشغلوا الشواية في الأول ممكن تحطوا في الفرن أول لما الفراخ تستوي، ممكن تولعوا عليها الشواية زي ما انتوا ما تحبوا. ودي كانت وصفتنا النهاردة، متنسوش تعملوا لايك للفيديو، تعملوا سبسكرايب للقناة. أنا اسمي أميرة، دي قناتي. بحبكم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد بكرة إن شاء الله. جماعة اكتبولي في الكومنتات الفيديوهات والوصفات اللي انتوا عايزيني أعملها لكم.